فإن تذكر الموت مما يحفز العبد على طاعة ربه سبحانه وتعالى، وأن ينظر في أمره وأن يحاسب نفسه قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أعظم كلام الله عز وجل. تدبر في هذه الآية العظيمة: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. فمن زحزح عن النار أبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي الذي يرجوه كل مسلم وكل عاقل عمل لآخرته وعمل لما بعد الموت. ثم بين الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.